كاين شاب اسمه عبد الحميد، إنسان عادي يعيش نهاره بين الخدمة والتعب والروتين. ما كانش يشوف الأمل كبير حتى نهار شاف في التلفاز مقابلة مع إيلون ماسك. شاف كيفاش يهدر، كيفاش يحلم، كيفاش يحكي على المستقبل بلا خوف. وقف عبد الحميد قدام الشاشة وقال في روحه: كيفاش نقدر نفكر كيما هذا الراجل؟ ما عندوش مال وما عندوش كتب اللي يقرأ بها وما عندوش دورات، بصح قرر يبدأ ب5 خطوات سهلة بصح قوية بزاف. عبد الحميد كان دائما يقول: علاه ما ننجحش؟ حتى نهار جبد ورقة وكتب سؤال جديد: واش أول خطوة نقدر نديرها اليوم باش نبدل حياتي؟ ومن ثم ولا يسقسي أسئلة تفتح له باب الفعل، ماشي أسئلة تخليه حابس بلا حركة. قرر يولي يتعلم كل يوم حاجة بسيطة، فيديو، مقالة، ولا حتى اقتباس يلهمه. مع الوقت حس بالفرق، ولا عقله يربط الأفكار، يشوف حلول جديدة، ويفهم باللي التغيير مش شي سحر، تغيير تمرين يومي. عبد الحميد كان يخدم دايما بنفس الطريقة، بصح بدا يسقسي روحه: علاه نكمل هاك؟ علاه ما نجربش حاجة جديدة؟ بدا يفك المشكل ويفكر من البداية، وهنا ولا يشوف العالم بعين جديدة، عين تخمم ما تقلدش. دار مشروع صغير فشل فيه، تعب، ضايق، بصح ما وقفش، قعد مع نفسه وكتب: واش تعلمت من الغلطة؟ المرة الثانية عاود دار مشروع واحد آخر وخدم فيه مليح، والمرة الثالثة نجح، وتعلم باللي الفشل ماشي النهاية، هو تمرين قبل النجاح. مسح كل الحسابات السلبية من السوشيال ميديا وبدلهم بناس تبني، ناس تحفز، ناس تخليه يحلم أكثر. كل صباح يبدأ نهاره بمقطع يلهمه، وكل ليلة ينعس بعقل مرتاح، خاطر راه في طريق الصح. بعد شهور عبد الحميد ما ولاش إيلون ماسك، بصح ولا عبد الحميد الجديد، إنسان اللي يثق في عقله، في حلمه، في خطواته. واليوم كيسقسيه صاحبه: واش تبدل فيك؟ يبتسم ويقول: بدلت طريقة تفكيري وتبدلت حياتي.